السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده ان شاء الله هعمل لكم طاجن باميه باللحمه باذن الله. اول حاجه هنسلق اللحمه، نجيب حله كده على النار، ننزل بقطعه زبده صغيره اهي او سمنه الموجود، ودي لحمه اهي هنسلقها. بسم الله، ننزل بقطع اللحمه، نشوحها على النار اهو. بعد كده بننزل ببصلايه كبيره، جزر، طماطم كده، هننزل كمان كام ورقه لورا كده اهو، نقلب. مش هحط التوابل دلوقتي خالص يا جماعه، الحبان والحاجات التانية، التوابل التانية، فلفل اسود والحاجات دي، الا لما تغلي غلوه احط دلوقتي. هنشوف مع بعض هنعمل ايه. وبعد يا بنات ما سيبناها شوحت شويه على النار كده على الناشف مع البصل والطماطم والجزر واللورا، سيبناها شوحت شويه زي ما انتم شايفين كده. هننزل بعد كده بالميه السخنه اللي بتغلي عليها، لازم ميه سخنه يا جماعه. بسم الله اهو. هنسيبها كمان لما تغلي غلوه كده، وهيطلع وش ريم كده هنشتغله، علشان ده بيبقى فيه الزفاره والحاجات دي، فلازم نشتغله عشان الشوربه تبقى رايقه وطعمها جميل. دلوقتي يا بنات عملت ريم اهو على الوش، زي ما قلت لكم لازم نشيله اهو. عشان كده قلت لكم مش نحط اي توابل في الاول، لان لو حطيناها هنرجع نشيلها تاني، فبنشتغل كل الريم الاول ده اللي على الوش، بعد كده نحط التوابل بتاعتنا براحتنا. نطمن بقى ان احنا خلاص مش هنشتغل حاجه، ونحطها بقى. بنحط اللورة لان اللورة كبيره، مش يعني عادي، يعني مش هتأثر يعني. اهو كل الريم اشتغلناه اهو، بقت الشوربه رايقه اهي كويسه ما شاء الله تبارك الله. نرجع ننزل بقى بالتوابل بتاعتنا، رشه جوز الطيب اهي، وكمان رشه فلفل اسود، رشه صغيره من السبع بهارات، صغيره مش كتير. مش هنحط الملح دلوقتي خالص، بس هنضيف نص معلقه صغيره سكر، بتسرع سوى اللحمه اهي، ما بتاثرش في الطعم ولا اي حاجه. ما نحطش الملح خالص، يعني نسيبها خالص لما تستوي، يعني قبل السوا بشويه صغيره كده نبتدي احنا نضيف الملح، علشان الملح ده ما بيسرعش من السوا، فبنحط الملح في الاخر. تمام. وبنهدي النار خالص عليها، مش خالص يعني، بنهدي النار شويه يعني، ونسيبها تستوي على نار هاديه كده. ارجع لكم تاني دلوقتي يا بنات. هو دلوقتي 3/4 سوا اهو اللحمه اهي. هبتدي ان انا اضيف الملح الاول. بسم الله. بس وكمان هضيف رشه حبهان اهي. هسيبها بقى تكمل الربع الباقي من السوا، نرجع تاني. دلوقتي يا بنات هنعمل الباميه اهو، هنقفل الطاجن يعني. قطعه زبده مع شويه زيت اهو، هننزل بقطع اللحمه الاول اللي احنا سلقناها اهي، هنشوحها، نديها تشويحه كده.
فيها تشويحه كده اهو. شوحها كده، ننزل بصله صغيره مفرومه، وده يا بنات في الكبه ضربت قرن فلفل حامي على قرن فلفل بارد على معلقه صغيره ثوم اهو، هنزل بيهم اهو. واقلب الريحه عسل ما شاء الله تبارك الله. بعد كده هنزل بمعلقه من الصلصه اهي، معلقه صلصه او معلقتين طب ما عايزين. وده طماطم مش كتير مضروبه في الخلاط ومصفيه، واقلب المكونات دي مع بعضها كده. لورا، فلفل اسود، كزبره يا جماعه، والكزبره مهمه جدا في الباميه، لها طعم حلو. وكمان رشه كمون، رشه من 7 بهارات، كمان علشان الحموضه رشه من السكر عشان يعادل الحموضه بتاعه الطماطم اهي. ده يا بنات مكعب مرقه ده اللي حابب، تمام. ورشه من الملح بس. نسيبها كده المكونات دي تتسبك مع بعضها كده، ارجع لكم تاني. ودي يا بنات باميه كان عندي في الفريزر اهو، هنزلها تتشوح معاها عشان نقفل الطاجن، تاخد غلوه كده معاها. هتفك لوحدها دلوقتي. هو دلوقتي يا بنات اهو اخد غلوه وفك اهو معايا، جميل قوي ما شاء الله تبارك الله. هحطها انا بقى في الطاجن، بس قبل ما اشتغل وانا بعمل كده بحط الطاجن يسخن معايا كويس قوي في الفرن، يكون سخن مولع. هوريكم دلوقتي. بصوا يا بنات سامعين الفرشه دي مولع. هفضي بقى كل الطاجن فيه، هفضيه كله في الطاجن كده. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك. نزله كده كله، هدخله الفرن. هو يعتبر كل حاجه مستويه، هدخله بس الفرن ياخد وش خلاص كده وشكرا. قلب تاني. دلوقتي يا بنات هعمل شويه رز بالشعريه، برضه قطعه زبده وعليها الزيت اهو. هعمل رز ابيض مش بالشعريه. هنزل بالرز اهو. ملح، نحط رشه حبهان كمان، ضفت اهو الميه يا بنات اهو.
نضيف شويه ميه كمان. طبعا اللي على الوش ده يا جماعه حبهان، تمام، من رشه الحبهان اللي احنا ضفناها. شوف الرز اهو. ههدي عليه النار لما يكمل السوا بتاعه وارجع لكم تاني ان شاء الله. وبكده يا بنات الطاجن طلعته من الفرن بيبقبق، والف هنا وشوفوا على قلبكم يا رب. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. طلع قطعه لحمه كده اوريها لكم اهي. بسم الله ما شاء الله اللحمه دايبه دوب اهي، الباميه ماسكه نفسها ما اتهرتش ولا حاجه اهي. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، حاجه عسل قوي كده اهو. بألف هنا وشفا على قلبكم يا رب. كمان الرز الابيض اهو. لو عجبكم القناه اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد مني ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا لايك يا بنات. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.